أهلا بيكم بحلقة جديدة من لسه بتنفس. النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع يمكن كل واحد فينا حاسس بيه في حياته، بس ساعات مش بيربط بين أطرافه، وهو العلاقة بين الجسد والنفس. هو ليه لما بنكون مضغوطين أو زعلانين جسمنا بيتعب؟ وليه لما جسمنا بيكون مرهق أو مش نايم كويس بنلاقي نفسنا مكتئبين أو عصبيين؟ اللي عايزة أقوله إن الجسد والنفس مش خطين منفصلين، هما خط واحد بيمشوا مع بعض طول الوقت. كل شعور بيمر على قلبك جسمك بيسمعه، وكل وجع في جسمك نفسك بتحس بيه. خلينا نبدأ بحاجة بسيطة. افتكر آخر مرة كنت قلقان فيها ايه اللي حصل؟ ضربات قلبك زادت؟ حسيت بتعرج في ايدك؟ نمت كويس؟ القلق في الحقيقة مش مجرد فكرة في دماغك، هو حدث كامل بيترجم نفسه في الجسد. ونفس الحكاية مع الحزن، في ناس لما بتحزن بتفقد الشهية، وفيه اللي بياكلوا أكتر من الطبيعي. أما في ناس تانية بيحسوا بخمول وكأنهم مش قادرين يقوموا من السرير. حتى الفرح ليه لغة جسدية، ابتسامة من غير ما تفكر، حركة نشيطة. طاقة الجسم مش بتتأخر أبدا في إنها تترجم شعورك. لكن السؤال المهم، هل إحنا بنسمع لغة جسمنا ولا بنتجاهلها عشان نكمل في الروتين؟ أوقات كتير الجسم بيدق ناقوس خطر، لكن إحنا بندوس عليه ونمشي. الموضوع مش اتجاه واحد، مش بس النفس اللي بتأثر في الجسد، الجسد كمان بيأثر في النفس. فكر معايا كده، يوم ما نمتش فيه كويس بتصحى ازاي؟ غالبا عصبي، تركيزك بيكون أقل، مودك مش أحسن حاجة. بالنسبة للأكل كمان، وجبة تقيلة مليانة دهون وسكر ساعات بتخلي المزاج متقلب أو بيخليك تحس بتقل وحزن. قلة الحركة، لو قعدنا فترة طويلة من غير أي نشاط تلاقي الإحباط بيكبر جوانا. فهل ممكن نغير حالتنا النفسية بخطوة جسدية صغيرة؟ زي إننا نتحرك، نعمل تمشية صغيرة، ونمارس تنفس عميق. أيوة، أوقات كتير الخطوات البسيطة دي بتكسر الحلقة. في حاجة اسمها الدائرة المفرغة، النفس المتعبة بتضعف الجسم، والجسم المرهق بيضعف النفس. زي شخص مكتئب مش قادر يقوم من السرير، فبالتالي عضلاته بتضعف مع الوقت، ويبدأ يحس إنه بلا قيمة وإنه مش نافع، فيكتئب أكتر. والعكس صحيح، جسد مرهق، نوم قليل، ضغط شغل، بينعكس على النفسية، تبقى أقرب للانفجار أو الانهيار. أول خطوة في العلاج إن نفهم إن دي دايرة، طالما عرفنا إنها دايرة يبقى في فرصة نكسرها. العلم بقى بيأكد الكلام ده، في فرع كامل اسمه علم النفس الجسدي، بندرس فيه ازاي المشاعر بتأثر على الأمراض. في دراسات بتقول إن أكتر من 70% من الأمراض الجسدية ليها جذور نفسية، زي الضغط العصبي، القلق، الصدمات. أما من الناحية الروحية، كلنا جربنا اللحظة اللي بنرتاح فيها بعد صلاة أو الدعاء، السكينة اللي بتيجي مش بس في القلب، لكن كمان في ضربات القلب وضغط الدم والتنفس. كأن الروح لما بتهدى الجسد بيتنفس معاها. وهنا يجي سؤال النقاش، هل العافية الكاملة ممكنة من غير توازن بين الجسد والنفس؟ ولا الاتنين شرط لبعض؟ خلينا نتكلم شوية إننا إزاي نراعي الجسد والنفس مع بعض. بالنسبة للجسد، طبعا أكل متوازن،
نوم كافي، حركة يومية حتى ولو بسيطة. بالنسبة لنفسك، كتابة المشاعر، فضفضة مع حد آمن، جلسات علاج نفسي لو محتاج، وأهم حاجة لحظات التأمل أو الصلاة. جربوا معايا دلوقتي ناخد 3 أنفاس عميقة، نسحبهم بهدوء ونحبسهم ثواني ونطلعهم بكل هدوء. لاحظ جسمك بيقولك ايه، لاحظ نفسك بترد ازاي. اللحظات الصغيرة دي مش رفاهية، هي وقود للعلاقة بين الجسد والنفس. لو عايزين تلخصوا كل اللي قلناه النهاردة فهو ببساطة إن الجسد والنفس مش ضد بعض، هما شركاء. لما تسمع جسمك انت في الحقيقة بتسمع قلبك، ولما تداوي نفسك جسمك بيشكره. اسأل نفسك النهاردة، جسمي محتاج ايه ونفسي محتاجة ايه؟ لو لقيت إجابة جرب تدي لنفسك ده ولو بنسبة صغيرة. وأحب أختم بجملة قريبة مني، إن كل مرة بنعتني بنفسنا وجسمنا مع بعض كأننا بنقول أنا لسه بتنفس،